نفرغ نصنع من نسونا. صباح الخير. النهاردة احنا هنتكلم عن الأبجدية القبطية الأخميمية، ودي هتبقى أول حلقة لينا في سلسلتنا يلا اتعلم مصر. احنا في السلسلة دي احنا هنعلمكم القواعد والأساسيات في اللغة المصرية بحيث انكم تتعلموا اللغة وتتقنوها ان شاء الله. فاحنا موضوعنا النهاردة عن الأبجدية القبطية بلهجتها الأخميمية، واللهجة الأخميمية دي أحد لهجات الصعيد. فعندنا اللهجات القبطية بتنقسم للهجة البحرية، دي لهجة غرب الدلتا، واللهجة البشمورية ودي شرق الدلتا، واللهجة الفيومية ولهجة مصر الوسطى، واللهجة الأسيوطية، واللهجة الأخميمية. فإحنا هنتكلم دلوقتي عن الحروف. عندنا دي الأبجدية بتاعتنا. عندنا حرف ألفا ويضا غمة دالدا إي صاو، زيدا هيدا تيدا يودا، كابا لولا ميني، إكسي أو بيرو سيما ضاو، ها في كي إبسي أو شاي فاي خاي، هوري جانجا كشيما دي. تاني ألفا ويضا غمة دالدا إي صاو زيدا هيدا تيدا يودا، كابا لولا ميني إكسي أو بيرو سيما ضاو، ها في كي إبسي أو شاي فاي خاي، هوري جانجا كشيما دي. فدي أسامي الحروف بتاعتنا. احنا عندنا برضو الأسامي الحروف يعني بترجع قرن على القرن 13. فاحنا عندنا على الشمال ده مخطوطة مطبوعة، يعني ده نسخة لسلالم بترجع للقرن 13. يعني النسخة دي يعني طبعت يعني سنة 1807. وعندنا على اليمين ده برضو الأسامي الأبجدية زي ما نقلها حد اسمه برنارد في القرن ال15، يعني برضو نفس الكلام، ألفا ويضا جمع دلتا إي. هنا سو عشان في اللهجة البحرية ستة اسمها سو. احنا هنا في الأخميمي اسمها صاو مش سو. احنا هنبتدي بالسواكن، وهنبتدي الأول برضو في السواكن لها صوت واحد. احنا عندنا حرف الرو نطقه ره زي في كلمة رو بمعنى فم، وعندنا حرف السيما نطقه سين زي في كلمة سولي بمعنى منديل، وعندنا حرف الشاي نطقه شين زي في كلمة شاي بمعنى حوض، وعندنا حرف الخاي نطقه خا زي في كلمة خي بمعنى بطن، وعندنا حرف الفاي نطقه فه زي في كلمة فنت بمعنى دودة، وعندنا حرف القطة نطقه كاف زي في كلمة قاد بمعنى سلة، وعندنا حرف اللولة نطقه لام زي في كلمة لبا بمعنى أسد، وعندنا حرف المي نطقه ميم زي في كلمة مولاج بمعنى بومة، عندنا حرف الني نطقه نون زي في كلمة نوت بمعنى بركة، وعندنا حرف البي نطقه زي بي الإنجليش البي الخفيفة زي في كلمة برخ بمعنى فرشة، يعني فرشة، حصيرة، سجاد، أي حاجة تتفرش على الأرض. حتى اسمها في البحيري فرش، يعني زي في العربي يعني. نيجي بقى للأصوات اللي لها أكتر من صوت. حد يقول لي طب ليه في حروف أكتر من صوت؟ هو من زمان المصريين ما كانش عندهم مشكلة إن الحرف الواحد يترمز أكتر من صوت، حتى لسه قدام في اللي هو بيهملوا أصلا الحروف المتحركة. وأنت بقى أعرف من نفسك بقى هي
كانت بتتنطق ازاي. وما كانش عندهم مشكلة دي، هما بيقروا الكلام. ما كانوش بقى محتاجين الحروف المتحركة اللي هي يعني زي التشكيل، ولا عارفين، ولا كانوا محتاجين يفرقوا الحرف ده بيتنطق كده ولا كده. هو نفس الكلام في العربي، يعني في العربي من زمان قبل الفتوحات الإسلامية كانت الحروف ما كانش فيها نقط ولا تشكيل، فأنت كان عندك الحرف مرة نطقه ت، ومرة نطقه ث، ومرة نطقه ب، وما كانش فيه تشكيل خالص. مع كده العرب كانوا عارفين يقروا الكلام يعني. بس طبعا مع الفتوحات الإسلامية زودوا نقط، وبعدين ظهر التشكيل عشان العجم يتعلموا اللغة العربية. ونفس الكلام هنا في القبطي. فإحنا عندنا أول حاجة يعني ليها أكتر من صوت. حرف الضاد هي مرة بتتنطق ت زي فتوة بمعنى صندل، ومرة بتتنطق دال زي في كلمة دورة بمعنى يد. عندنا حرف الدي مرة بتتنطق دي زي في فعل دي بمعنى يعطي. وأحيانا في حالات قليلة بتتنطق تي زي في كلمة تيبس بمعنى كعب. عندنا برضو حرف الجنجة هي عامة جيم معطشة يعني، بس هي ليها طريقتين في النطق، بالرغم ان طريقتين النطق ده قريبين من بعض. بس هي مرة بتتنطق ج بمعنى صح، مرة بتتنطق جج بمعنى عصفور. فهنا برضو الصوت اللي هو الج ده موجودة في البحيري بيفرق ما بين الصوتين. هنا لا، الصعيدي موحد الصوتين في حرف واحد. وهنا البحيري بيستعمل اللي هو الصوت التاني في حرف كشيمة. هنا لا، عندنا في الصعيدي الكشيمة ده صوت جيم جامدة. زي احنا عندنا اهو الحرف الكشيمة صوت جيم جامدة في كلمة ليل زي اللي هي جرح. وفي حالات قليلة بتتنطق كاف زي قلحت بمعنى وعاء فخاري. وعندنا حرف الهوري مرة بتتنطق ه زي في كلمة هو بمعنى يوم أو نهار، ومرة بتتنطق ح زي في كلمة حبوس بمعنى قماشة أو رداء. عندنا حرفين برضو نادر جدا الاستعمال، هما في البحيري بيستعملوا كتير يعني، ولهم أصوات كمان مختلفة. بس هنا في الصعيدي نادر الاستعمال. وهنا في حرف التي ده نطقه ت أو ته، يعني هو بيبقى اختصار لضاو وهوري، زي في فعل ينش تحلو. وهنا في حرف الفي هو صوت ما بين الف والبي زي في كلمة فاض بمعنى إنه ضروري. ده يعني ده صيغة كده في الكلام. وعندنا حرف الويضة مرة بتتنطق به صريحة زي في بينا بمعنى بلح، ومرة بتتنطق هو مش واو قوي، بس هو يعني صوت ما بين الواو والب زي في كلمة واشار بمعنى زيب، ولا أبطأ عشان تبقى باينة شار. نقولها بسرعة بتتسمع يعني واو يعني، بس هي مش واو صريحة. عندنا تالت حاجة بقى الحروف اللي بتستعمل في المصطلحات اليونانية، بس احنا ملناش دعوة بيها عشان احنا يعني مش بنعلم يعني يوناني يعني. يعني المصطلحات اليونانية احنا بنستعمل بدل مصطلحات مصرية، بس احنا هنقولها من باب المعرفة برضو. عندنا الحرف الغمة بتتنطق غين زي في كلمة أغابي بمعنى محبة، وبتتنطق نون لو في 2 غمة ورا بعض، ساعتها أول غمة بتتنطق نون زي في كلمة أنجلوس بمعنى ملاك. ومرة بتتنطق جيم جامدة زي في كلمة جينوس بمعنى جنس. عندنا حرف الكي مرة بتتنطق كاف زي في كلمة بسيكي، مرة بتتنطق خا زي في خريستوس.
أو بخريستوس، يعني ده أداة معرفة المذكر. وشين ب- بمعنى اللي هو شارة، يعني بمعنى سلام. الحرف الكي كصوت الكاف بتستعمل كتير جدا في الكلمات المصرية في اللهجة البحرية، إنما هنا لأ، هنا في اللهجات الصعيدية عامة، يعني مش اللهجة الأخميمية بس، هي للكلمات اليونانية بس. وعندنا حرف الدال ده هي د، زي في كلمة ديابلوس بمعنى شيطان أو إبليس. وعندنا حرف الإكسي زي في كلمة إكسيروس بمعنى إكسير. ملحوظة كمان هنا في الحرف الكي، هنا في نطق الشين. الشين ده المفروض صوت مش موجود في اليوناني، إنما إحنا في اللغة المصرية يعني من عاداتها إنها بتبدل ما بين الخاء والشين، فبالتالي إحنا دخلنا صوت الشين في الكلمات برضو اليونانية، فبقى عندنا شارة بمعنى سلام. رابع حاجة، الحروف اللي بتستعمل في المصطلحات اليونانية برضو إلا في بعض الاستثناءات، زي في كلمة تسعة بسيد، وهنا حرف الإبسي بنتنطق بقى يعني بس. وعندنا برضو حرف الزيدة زي في كلمة أنزيب، وده يعني صوت الزين. وهنا كلمتين الأنزيب وبسيد دول كلمتين يعني مصريين. عندنا حرف الصاو ده بقى مش حرف أصلا، ده رمز رقمي بترمز لرقم 6، متدخلش خالص في كلمات ولا تركيبتها. طيب ليه دخلت في الأبجدية؟ عشان هي ليها قيمة رقمية. يعني احنا نطلع هنا فوق هنلاقي احنا هنا الألفا، احنا لو زودنا عليها شرطة فوق كده وهي لوحدها يعني هتبقى بمعنى واحد. الويضة لو شرطة فوق هتبقى بمعنى اتنين. الخمة لو شرطة فوق هتبقى تلاتة. الدالدة شرطة فوق أربعة. خمسة. صاو ستة. زيدة سبعة. إيدة هيدة تمانية، وهكذا يعني. ودي يعني موجودة برضو في العربي في حاجة اسمها، بس يعني مش فاكر اسمها بالظبط، بس هي موجودة يعني في مصادر العربية وكتب التراث العربي والنحو العربي. برضو هنا الألف بترمز له قيمة رقمية واحد، والباء اتنين، والجيم تلاتة، والدال أربعة، والهاء أربعة. فيعني دي برضو يعني موجودة في العربي. نيجي بقى في الأصوات المتحركة. أول حاجة عندنا الأصوات الفتح والكسر. عندنا حرف الألفا ده ألف مفخمة، زي ما بنقول آه، زي في كلمة أخوم بمعنى نسر. وعندنا حرف اليودا أو الإي مع اليودا، حرف الإيه، هما نفس الشيء يعني. زي في كلمة يعني ما فرقتش لو اليودا أو إي ويودا، هما نفس النطق. ف فعندنا عندنا كلمة يام بمعنى بحر، وعندنا كلمة يود بمعنى أب، وبرضو عندنا كلمة إيري بمعنى يفعل. هنا برضو حرف اليودا لو بعدها صوت ساكن بتتنطق زي ال- الألف المكسور. برضو احنا عندنا حرف الإي مرة بتتنطق فتح، وده في أغلب الحالات زي في كلمة نح بمعنى زيت. ومرة بتتنطق كسر يعني بصوت زي ما بنقول إيه كده. فاحنا عندنا مثلا إخ بمعنى ماذا، وعندنا وايني بمعنى نور،
عندنا برضو حرف الإي ده مرة بتتنطق ألف لينة زي في كلمة كامة، ومرة بتتنطق ياء طويلة زي في كلمة شيري. وهنا يعني فضلت أقول إن حرف الإي ده بترمز للإمالة القصيرة، يعني بتبقى إمالة صغيرة زي نح إخ. إنما حرف الهي ده دي إمالة طويلة. هنيجي بقى في الجمكم الصعيدي. عندنا أصلا في الأصل ما كانش فيه الشروط الموجودة دي، بس احنا بعدين تسهيلا يعني بقى بيحطوا الشروط عشان نعرف احنا بنكسر الحرف فين وكده يعني. فهنا حرف المي فوقها جينكم، فاحنا بنكسر ر فتبقى رم. حرف الني فوقها جينكم، فاحنا بنكسر ميم فتبقى رمن كامة بمعنى مصري أو قبطي. عندنا الكلمة دي لو هنكسر الحاء، لو هنكسر قبل الني فهتبقى حنكة بمعنى بيرة. طب احنا لو هنكسر قبل الحاء هتبقى احكة. دي ملهاش معنى في اللغة. فهنا يعني الجنكم يعني مهم يعني عشان نعرف نفرق برضو الأصوات. برضو مثال تاني عندنا الكلمة دي لو هنكسر قبل السيمة هتبقى سنو، هتبقى بمعنى اسنان. طب لو هنكسر قبل الني هتبقى سنو، مش هتبقى ملهاش معنى. وأخيرا الأصوات الضم. عندنا حرف الأو. الأو دي واو قصيرة أو ضمة يعني زي ما بنقول حب. فعندنا مثال كلمة مرس بمعنى رزمة. وهنا عندنا لو الأو بعدها الهاء تبقى واو مضمومة زي في كلمة نور. فعندنا مثال نودة بمعنى إله. وعندنا مثال تاني أونو بمعنى ساعة. وعندنا برضو بتستعمل كأنها حرف واو، فإنها ولا بمعنى مزيكا. فالحرفين دول لو بعدها حرف متحرك بتتعامل زي الواو كده. وبرضو عندنا حرف الأو الطويلة بتبقى واو طويلة زي ما بنقول خوخ. فعندنا فعل أوب بمعنى يحسب أو يعد. وعندنا كلمة جوبة بمعنى ورق. برضو عندنا الأصوات دي يعني تبسيطة ممكن يعني نقولها إن ده واو وجنبها حرف الأو الطويلة. يعني إحنا في العربي إحنا بنكسر وبنفتح الواو زي ما بنقول ورق، أو زي ما بنقول بالعامي ودن. إنما إحنا مش بنضم الواو في العربي، لأ هنا في القبطي إحنا بنضم. بس إحنا عندنا ضمتين، عندنا ضمة طويلة وعندنا ضمة صغيرة. ضمة طويلة زي في كلمة ووم بمعنى يأكل. وعندنا ضمة صغيرة زي في كلمة ووحة بمعنى عقرب. فهنا يعني النطق ده احنا ننطقه ازاي؟ يعني احنا بنضم بقنا قوي وبنفتح بقنا على الوضع ضم، فبنقول ووم ووم كده. انما هنا العرب بنقول ووحة بضم يا دوب بضم الواو ووحة. هنا جمع باب رؤوف، فهنا بتبقى واو همزة بعدها واو، بيبقى نطقها كده رؤوف. وأخيرا عندنا حرف الهاء لو سبقتها حرف متحرك بتبقى بنطق واو زي في كلمة ساو بمعنى زمن أو حين أو وقت. وفي غير كده بتتنطق ياه، يعني في غير كده لما يبقى بعدها حرف ساكن بتتنطق ياه زي في كلمة إيب بمعنى قلب. بس كده ده كان معانا الأبجدية القبطية. وانتظرونا بقى في فيديوهات جاية إن شاء الله. وشكرا.